اهلا بيكم في مطبخ مورا. وحشتوني جدا من المره اللي فاتت. النهارده هنعمل طاجن المسقعه اليوناني او الايطالي. الاتنين طريقتهم قريبه جدا من بعض، مختلفه شويتين عن الطريقه المصري بتاعتنا. انا دمجتهم مع بعض، يعني خدت الحلو في ده وفي ده وهعملها لكم مع بعض. انا هعملها في طاجن فخار، بيدي طعم احلى. لو موجود اكيد يبقى حاجه كويسه، بس عادي جدا يعني اعملوها في صينيه بايركس او صينيه عاديه، مفيش مشكله خالص. هنحتاج ايه؟ هنحتاج على حسب الكميات اللي انتوا عايزينها وحجم الصينيه طبعا. بتنجان مقطع حلقات، بطاطس كمان حلقات، وبصله مقطع حلقات، وفلفل اخضر. واللحمه المفرومه المتعصجه بالبصل، او بالنسبه للنباتي او الفيجيتيريان هنستخدم فول الصويا اللي عملناه بالبصله بتاعته. ليه فيديو بتاعه جاهز على الصفحه، هتلاقوا طريقته وهقول لكم هنعمل فيه ايه. وهنحتاج كوبايه صلصه او صوص طماطم معصوره، طماطم معصوره، او صوص الطماطم اللي قلت لكم عليه برده قبل كده. حطيت عليه معلقه صلصه عاديه من البرطمانات، وسنه توم مفروم. خلاص. عملت ايه؟ انا بس قطعت البتنجان شويه بدري عشان كده لونه غمق، بس كنت حابه اوريكم. انا رشيت عليه ملح. الملح لما بنرشه على البتنجان بيخليه يطلع كل ميته، طبقه الميه اللي طالعه عليه. شايفين الميه اللي طالعه على الوش بتاعه دي؟ طبقه الميه اللي طالعه على الوش دي هي دي اللي بتخلي البتنجان يشرب زيت، او ينزل ميه كتير وهو بيستوي او لما نحطه في الطاجن. فاحنا استبعدنا ده خلاص، هو كده نزل تقريبا 3/4 ميته. بترش عليه بس رشه ملح وتحطيه 10 دقايق قبل ما تبتدي. انا هنشفه بورق مطبخ كويس من ناحيتين. خلاص، مش هنقلي. الطريقه الاصليه بتاعته بتاعت اللي هو الايطالي او اليوناني، بتخش الفرن تتحمر او بتتحمر في زيت. احنا مش هنعمل كده، هنعملها صحيه جدا. هشويها على الجريل، هحمره على الجريل من الناحيتين. خلاص. ياخد لون خفيف هو والبطاطس والفلفل. هنبتدي نحطهم على الجريل وهرجع لكم تاني. دلوقتي حطيت الحاجات على الجريل، احنا لسه هنحط الفلفل والبصل كمان. انا بس مسحت الجريل او شوايه، طاسه عندك، صينيه، تيفال، اي حاجه، بمسحه زيت. خلاص. اقلبهم بس ياخدوا لون. البطاطس بس تدخل يعني تبقى طريت شويه، بس تاخد اللون اللطيف ده بدل القلي. هحمرهم وهوريكم شكلهم، وبعدين احط الفلفل الاخضر والبصل ياخدوا نفس التشويحه، واوريكم كله لما يخلص واقول لكم الخطوه اللي بعدها. كده البتنجان خلص والبطاطس كمان خلصت، بس اديناها بس تاخد لون كده. ودلوقتي حطيت البصل والفلفل، يا دوبك دقيقتين يتشوحوا. شايفين؟ يا دوبك دقيقه الناحيه دي ودقيقه الناحيه دي. قلبت الحلقات اهو. الفلفل لسه بس ياخد ايه، لون لطيف كده من على الناحيه الثانيه زي المشوي. هيدينا طعم يجنن في البرام. شايفين اللسعه دي اللي على البصل دي اللي انا عايزاها. هكمل تشويحهم وهوريكم كله لما يخلص. نخش على الخطوه اللي ورا. احنا كده خلصنا شوي او تشويح الخضار بتاعنا. الخطوه الثانيه هنحط نص معلقه زيت على النار عشان هنعمل صلصه الطماطم بتاعه اللحمه المفرومه اللي معموله بالبصل بتاعتنا. البشاميل على النار انا عاملاه من بدري، عشان زي ما قلت لكم انا بعمله على البارد بالطريقه اللي قلتها لكم. كل كوبايه لبن عليها 3 معالق دقيق، وفي الاخر ملح وفلفل، رشه بهارات وجوز الطيب بتدي طعم حلو. خلاص. هو خلاص تقريبا تخن. انا بس يعني بحطه قبلها بمده علشان بياخد وقت شويتين. معلقه الزيت بتاعتنا سخنت. هنعمل ايه؟ قلت لكم كوبايه الصلصه بتاعتنا، صوص طماطم عليها معلقه صلصه، وسنه توم، سنه توم صغيره جدا. اوكي. هنسيبهم يتسبكوا مع بعض. ما تنسوش زي ما قلت لكم هنحط عليهم رشه سكر عشان الحموضه بتاعت الصلصه تظبط معانا، وهنحط عليهم رشه ملح صغيره وفلفل ورشه بهار. مش هنكتر لان احنا اوريدي اللحمه المفرومه بتاعتنا عاملينها بالبصله وحاطين عليها بهاراتها. يعني اللحمه المفرومه اوريدي جاهزه متعصجه وجاهزه وببهاراتها طعمها مظبوط.
فاحنا هنا بس هنحط حبه صغيرين ورشه السكر عشان الحموضه. خلاص هسيبها تتسبك وهخلص البشاميل يتخن وهرجع اوريكم والخطوه اللي ورا. كده احنا حطينا اللحمه المفرومه المعصجه اوريدي قبل كده الجاهزه على الصلصه. طبعا لو انتوا هتستخدموا بقى لحمه مفرومه وبتعملوها من الاول وانتوا بتعملوها زودوا، احنا بس عشان دي كانت جاهزه عندنا سواء المفروم او الصويا. خلاص زي ما قلت لكم حطيت رشه السكر وسبتها تتسبك، بس انا عايزاها فيها صوص كده، يعني مش عايزاها تنشف خالص، انا عايزاها كده منزله الطماطم بتاعتها فيها كميه يعني سوائل. اوكي علشان تنزل ده على الحاجات اللي هنحطها عليها تخليهم جوسي كده وياخدوا الطعم. اوكي اعمل منشن ولا ما اعملش منشن؟ هقول بس البيانو اللي بتسلم عليكي. يلا هنعمل الخطوه اللي وراها ونرجع لكم. خلصنا كده كل الخطوات بتاعه طاجن المسقعه او صينيه المسقعه اليوناني او الايطالي. هنجمع بقى الطبق ونبقى خلصنا وندخله الفرن. خلاص زي ما قلت لكم انا هعمله في برام. هنبتدي هنحط بتنجان زي ما قلنا متشوح على الجريل كانه يعني ايه مشوي اخف. طبعا حتى لو يعني هتستخدموه في حاجه للقلي طريقه الشوي دي احسن حاجه يعني اخف. بعديها هنحط طبقه بطاطس مش كتير. اوكي ممكن نحط دي هنا يعني رصوها كده انتوا ايه زي ما انتوا شايفين. وشويه بصل كده، البصل ده متشوح كده على الجريل بيدي طعم رهيب يعني. اوكي كده وحتتين فلفل اخضر كده مثلا، ناخد الكبيره كده كده. اوكي خلاص ده اوريجانو. الاوريجانو اللي بتحط على البيتزا والحاجات دي، مش زعتر ومش مش زعتر، هو اوريجانو بتاع البيتزا. هو بيدي بصراحه نكهه يعني مختلفه، فمش متوفر ممكن تحطي زعتر، بس هو مختلف عن الزعتر ده اللي بتحط على البيتزا على البيتزا. خلاص هناخد معلقه لحمه مفرومه بالصلصه بتاعتها. زي ما قلت لكم خليها يعني فيها سوائل، ما تخلوهاش تتسبك وتنشف خالص علشان الصوص بتاعها ده هو اللي هينزل ويسوي يكمل تسويه الحاجات ايه اللي شوحناها. خلاص طبعا مفيش حد يعمل كده ولا يستخدم معلقه حديد في حاجه تيفال ابدا. اوكي احنا متمكنين، الرجال يمتنعون. اوكي حبه كده ونرجع نعيد الرصه كمان مره. واحد بتنجان براحتكم بقى، يعني انا عامله كميه صغيره عشان يعني عندنا انا بس اللي باكل في البيت، فاكتر من كده هيبقى ايه كتير عليا. خلاص نحط كده ونوزع البصل كده عشوائي. لو عايزين اي حاجات معينه قولوا لي الايام الجايه احضرها لكم، ما تتكسفوش يعني اطلبوا اللي انتوا عايزينه، انا ببقى فرحانه جدا بالتفاعل. خلاص كده وهننهي باخر كام شريحه فلفل اخضر متشوحه سوري قبل الفلفل معلش. خلينا نحط طبقه اللحمه المفرومه اللي فاضله كده. السوائل دي طبعا الصلصه اتسبكت يعني مش نيه على النار. شفتوا الاكله كلها عباره عن معلقه زيت واحده بس، مسحنا الشوايه بواحده والتانيه كانت للصلصه. خلصنا كده هنحط مثلا الفلفل
ورشه كمان اوريجانو مع البشاميل، هيدي ريحه يعني تحفه. خلاص الخطوه اللي وراها بقى هننزل بالبشاميل، يكون سميك يغطي كده. وطبعا اللي مش فيجيتيريان يعني هيعمل طبقه جبن بقى ويعيش حياته، حط الجبن كمان في النص ما بين الطبقات دي. وبس خلصنا كده. هننضف الطاجن الجميل بتاعنا ده وندخله الفرن. متهيألي يعني هنحتاج ان احنا نغطيه بفويل لو في صينيه، لو فرنك مش حامي مش مشكله تغطيه، بس انا غالبا هحتاج اغطيه حوالي تلت ساعه مثلا، 20 دقيقه 25 دقيقه. بعدين هفتح على وش الشوايه 10 دقايق لغايه ما وشها يحمر. هو يعني الحاجات ما بتاخدش وقت في السوا خالص لان كلها اتشوحت اوريدي. اول ما البشاميل يتحمر على الوش وبس كده هنطلعه. هغرف لكم واوريكم طريقه التقديم بتاعتها الحلوه. وخلصت كده صينيه المسقعه اليوناني. بتهيألي سهله قوي وخفيفه، 0 كالوريز، يعني كلها معلقه زيت واحده. اعملوها هتعجبكم قوي وطعمها مختلف جدا بالبشاميل. مبسوطه جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده ونورتوا مطبخ نور. وادي طاجن المسقعه بتاعنا اليوناني، طلع من الفرن جميل جدا، ريحته تجنن. خد تقريبا ساعة الا ربع على الفرن بتاعي. انا ما اقدرش اقول كل فرن ياخد كام لان صعب جدا، الافران مختلفة تماما. عندي خد ساعة الا ربع من تحت فرن يعني، وفوق 10 دقايق على الشواية. كل واحد يقدر يتابع. ممكن تدخلي سكينة تشوفي البطاطس وبقية الحاجات استوت ولا لا. اللون الغامق ده من لون لبن الصويا، عشان لو حد فكر يسأل، ده عشان لبن الصويا. عمره ما بيطلع لونه ذهبي بني ذهبي زي اللبن العادي. بالهنا والشفا ويا رب تعجبكم.